تعال اقول لك على متاحف موجوده في مختلف محافظات مصر مش واخده حقها، لو زرتها هتشوف حاجات ما شفتهاش قبل كده. متحف رشيد اللي بيوضح كفاح شعب رشيد ضد المستعمر الانجليزي والفرنسي، وكمان نسخه من حجر رشيد اللي تم اكتشافه سنه 1779، ده غير الاثار الاسلاميه اللي موجوده هناك. تل بسطه في الزقازيق، ودي عباره عن متحفين، متحف مفتوح فيه تماثيل كتير اهمها تمثال ميرت امون بنت رمسيس الثاني. الجزء الثاني متحف مبني فيه قطع اثريه بتوصل عددها لاكثر من 1000 قطعه تم اكتشافها في محافظه الشرقيه. المتحف الاثري في مطروح اللي موجود فيه مقتنيات وقطع اثريه من مختلف العصور التاريخيه لمصر، قطع كلها تم اكتشافها في صحراء مطروح، وتماثيل للقاده اللي راحوا مطروح علشان يدافعوا عن الحدود. كمان موجود هناك قطع اثريه لواحده من الاسر الليبيه اللي حكمت مصر زمان. كمان في مطروح ممكن تعدي على متحف كهف رومل اللي عباره عن تجويف طبيعي في الصحراء. الرومان كان بيستخدموه لحفظ الغلال، وخلال الحرب العالميه الثانيه القائد رومل الالماني حوله لمقر للقياده، وجه ابنه بعد كده بسنين وحوله المتحف. متحف قناه السويس اللي بيحكي تاريخها من وقت حفرها لحد دلوقتي عن طريق مقتنيات وقطع اثريه بيوصل عددها ل 2000 قطعه. كمان في اساس ولوحات بترجع لايام المهندس ديليسيبس صاحب فكره قناه السويس. متحف المجوهرات الملكيه اللي بيعرض مجوهرات الاسره المالكه اللي حكمت مصر، واللي موجود في قصر الاميره فاطمه الزهراء اللي بنته في الاسكندريه سنه 1919. متحف شرم الشيخ اللي ممكن ما تكونش عارفه، اللي بيضم قطع اثريه بتعكس نشاه الحياه المصريه والانسان المصري القديم، وفي معروضات من التراث السيناوي ومجوهرات لاسره محمد علي. متحف كوم اوشيم اللي موجود في محافظه الفيوم، واللي بيحكي تاريخها على مر العصور واهم الاكتشافات الاثريه اللي موجوده فيها. متحف النوبه اللي متصمم على طريقه المعمار النوبي، واللي تايه وسط معابد ومتاحف اسوان، واللي فيه 5000 قطعه اثريه بتعكس تطور الحياه المصريه القديمه والتراث النوبي.